طيب يا جدعان، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا احنا غبنا الفتره اللي فاتت وده ما كانش بمزاجنا، ده عشان كان عندي امتحانات ولكن الحمد لله خلصتها. وفي الفتره اللي فاتت دي احنا كنا خلاص وصلنا 100 مشترك، فشكرا على دعمكم. الواحد مش عارف اقول لكم ايه والله. ورجعنا لكم بفيديو من العيار التقيل. يعني بصراحه انا مش لاقي فيديو احلى من كده ارجع بيه. اللي قدامكم ده يا جماعه حلم من احلام الطفوله. الواحد طول عمره بيحلم يبقى عنده حاجه زي دي، والحمد لله ان الواحد قدر يعمل حاجه زي دي. في الاول قولوا بسم الله ما شاء الله، وربنا يرزقكم باللي احسن منه يا رب. معلش بس قبل ما نبدا في اي حاجه انا عايز اوريكم البي سي القديم بتاعي. طب يا جماعه دي التجميعه القديمه، ودي ما ينفعش يتقال عليها تجميعه بصراحه. ده الكمبيوتر القديم بتاعي. بصوا الفرق. انا عايز اوريكم بالله عليكم من جوه. بصوا عامل ازاي. بصوا مقبره. والهارد ده بايظ والله وحاله. لو حد عايز يكتب لنا في الكومنتات او انتوا قولوا لنا ممكن نعمل بيها ايه. فيعني بصراحه نقله المفروض نتكرم عليها. قولوا لنا الف مبروك في الكومنتات. اللي انتوا شفتوه ده ما كانش بي سي، اللي انتوا شفتوه ده كان مقبره. انتوا حرفيا يا جماعه مش متخيلين كميه الفرحه اللي الواحد فيها دلوقتي. المهم من غير كلام كتير هنفضي الدنيا دي دلوقتي ونقول لكم الهدف من التجميعه دي ايه وايه القطع اللي انا مستخدمها فيها بالظبط. بس قبل ما اعمل كده انت عملت لايك يا صاحبي؟ اعمل لايك واشتراك وروقنا كده. احنا جايبين تجميعه جديده وبتاع وصرف وفلوس وبتاع، يعني ظبطنا كده ودلعنا. مش هقول لك يعني حلو. احنا كده فضينا كل حاجه، ما بقاش قدامي غير البي سي. وبصراحه انا عايز اخليه هنا، عايز اخليه في الواجهه كده، عايز افضل مملي عيني بيه. في البدايه كده انا عايز اقول لكم احنا غرضنا من التجميعه دي ايه. الغرض الاساسي من التجميعه دي انها تكون تجميعه للمونتاج، ومفيش مانع يكون مع المونتاج شويه جيمنج خفيف كده، ولكن هي الغرض الاساسي منها المونتاج. فهوريكم دلوقتي القطع اللي احنا اخترناها للتجميعه دي على اساس ان احنا عايزينها للمونتاج مش للجيمنج، ولكن عايزين شويه جيمنج خفيف برضه معانا. ونبدا باول قطعه معانا وهي المذر بورد. دي مذر بورد من شركه ازروك اسمها ايه 520 ام. هي مذر بورد بدائيه جدا جدا، يعني فيها الحاجات الاساسيه بس او اقل من الحاجات الاساسيه كمان، ولكن على قد البادجت بتاعتنا. يعني انت على قد لحافك مد رجلي. هي فيها اللي انا محتاجه للتجميع بتاعتي حاليا، ولكن بصراحه كان نفسي يبقى فيها 4 سلوت رام بدل 2. الموضوع ده كان هيفرق معايا جامد قوي. كان نفسي يبقى 4 بس يلا الخيره فيما اختاره الله بقى اللي لقينا. خليها بقى على جنب دلوقتي وهات اي حاجه تانية. المعالج ده الرايزن 5 3600، وكنا محتارين بينه وبين الرايزن 5 4500، ولكن في الاخر استقرينا على ده وهقول لكم ليه دلوقتي. طبعا انا اشتريت التجميعه دي من مكان اسمه سوق الكمبيوتر، مكان محترم جدا وكل الناس اللي فيه ناس على خبره وناس محترمين جدا بصراحه. فالمهم الراجل المحترم اللي هناك شافني محتار بين المعالج ده وبين المعالج التاني اللي هو الرايزن 5 4500، فاخدني على جنب كده وعرف ان احنا محتاجين التجميعه دي للمونتاج، فعرفني الاداء بتاع المعالج ده وعرفني الاداء بتاع المعالج التاني. الفرق كان بسيط جدا 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 لا يذكر. الفرق كان تقريبا 4% او 2% لصالح المعالج التاني. فانا بصراحه سلمت دماغي للراجل وخدت المعالج ده. بعد ما رجعت بقى لقيت محمد سميح، ولو حد مش عارفه هو واحد من اشهر التيك ريفيورز في مصر، عامل فيديو مقارنه بين ال 3600 وال 4500، وقال فيه ان المعالج ال 4500 السري كاش بتاعه 8 ميجا بايت، ولكن المعالج ده ال 3600 اللي هو اقدم منه 32 ميجا بايت. يعني انتوا لوحدكم شايفين الفرق قد ايه. فمن منبر هذا يعني حابين نشكر الراجل ونشكر الراجل بتاع سوق الكمبيوتر برضه انه ما غشناش. وجبنا مع المعالج 16 جيجا رام. احنا كنا هنجيب 8 عشان البادجت، ولكن الموضوع ما كانش مريحني بصراحه، خصوصا ان انا عايز التجميع دي للمونتاج. فالواحد قرص على نفسه شويه كمان وجبنا 2 رامات، الواحده 8 جيجا، يبقى كده معانا توتال 16 جيجا رام. وعايز اقول لكم والله ان هم مش كفايه برضه. مجال زي مجال المونتاج بيحتاج رامات كتيره جدا، يعني برنامج زي افتر افكت حرفيا كل شويه يوصل لعنق الزجاجه بسبب الرامات دي. المهم نصيحه مني لاي حد بيجمع بي سي للمونتاج يحاول يبدا ب 32 جيجا رام. اقل من كده الموضوع هيبقى صعب شويه وهتعاني. والرامات دي اسمها فايبر من شركه باتريوت، خليهم على جنب كده. وجبنا كمان من شركه باتريوت الاس اس دي. طبعا الحاجه هنا مفكوكه لانها كلها راكبه في البي سي، لان طبعا لو ركبت التجميعه دي بنفسي هبوظ المعالج وهكسر كارت الشاشه وهبوظ الرامات وهتبقى ليله يعني. ففي سوق الكمبيوتر انت تروح تشتري منهم التجميعه وبيركبوها لك. عندهم مهندسين شاطرين جدا، عندهم مهندس اسمه شادي، يعني بصراحه الراجل فوق الاحترام. زي ما قلت لكم جبنا الاس اس دي من شركه باتريوت، اس اس دي 256 جيجا، وكان عندنا هاردات اتش دي دي فحطيتها دلوقتي انا في التجميع. خلي هنا دلوقتي عشان نيجي لاهم حاجه وهي كارت الشاشه. طبعا انتوا هتشتموني دلوقتي ومعاكم حق بصراحه. كارت الشاشه اللي احنا جبناه هو ال RTX 3050. بصوا يا جماعه، مش عايز حد يقول لي كنت هات ال 3060 احسن او كنت هات ال 2060 سوبر احسن. بصوا احنا جبناه خلاص، فقولوا لي الف مبروك. هو كارت RTX 3050 من شركه MSI، كارت 8 جيجا، كارت يعني اقتصادي جدا، بسيط جدا، قديم جدا، كل اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه. ولكن البادجت بتاعنا كانت كده، كنا محتاجين زي ما قلت لكم ان احنا نزود رامات ونظبط المعالج بتاعنا، فوقع اختيارنا على الكارت ده. هو مش وحش والله، لطيف يعني.
احط لي بقى الحاجات دي كلها على جنب كده. واخر حاجه طبعا وهي الكيس اللي انتوا شايفينها قدامكم دي من ساعتها، وهي من شركه جيمديا اسمها اورا جي سي 2 اليت. بصوا بقى، الكيس دي بتيجي كومبو فيها باور سبلاي 600 واط مع 4 مراوح ار جي بي وواجهه من المش، وكمان فيها حاجه فوق هنا ماجنتيك كده عشان تحميها من التراب برضه لان هي مفتوحه من فوق. اللي عجبني فيها بصراحه انها كبيره، يعني بصوا كده بس شغالين لايت، مساحه محترمه جدا، يعني دي هتقضي لو احنا عملنا ابجريد لكارت الشاشه اللي جوه ده، جبنا كارت شاشه اكبر هتقضي بارتياح جدا. جبنا مثلا ماذر بورد اكبر لان الماذر بورد اللي جوه دي متهيألي اللي احنا عاملينه فيها ده اخرها، ده اخر حاجه ممكن توصل لها، اكتر من كده مش هتستحمل. فهنحتاج برضه نغير الماذر بورد دي في المستقبل، هي وكارت الشاشه ده المعالج والله بالمره. برضه هنحتاج نعمل ابجريد للكيسه كلها عامه. بالمناسبه يا جماعه، في حاجه انا هموت واعملها من اول ما التجميع دي جت، دي تقريبا بتبقى احلى حاجه في الموضوع ده كله، وهي ان انا اشيل الاستيكر اللي على الازاز ده. بصوا، واحده واحده، بسم الله. اوب اوب، استهدى بالله استهدى بالله، لسه جايبين كيل. واحده 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 واحده. ثانية كده، بس على يلا يلا يلا، بسم الله. بس إحساس غاية في الروعة، أحلى إحساس ممكن تكون بتحسه في حياتك. بص بتاع تشوف وشك فيها. ده بقى ارمي على جنب كده. المهم متهيألي احنا خلصنا القطع كده دلوقتي، هركبها واوريكم شكل السيت اب في الاخر. والشاشه اللي هتركب عليها التجميع هي شاشه استيراد كانت قديمه عندي، ولكن تفي بالغرض، يعني هتمشينا لحد ما نعمل لها تحسين في المستقبل. هوصلهم كده ببعض بسرعه واوريكم السيت اب في ساعتها. بس ما تنساش اعمل لايك واشتراك بسرعه، دعمنا. دوست خبز كده يلا قبل ما اظبط الدنيا. طب يا جماعه، هو ده السيت اب النهائي. طبعا هو سيت اب عايز له سيت اب، يعني دي طبعا اللي اشتغلت ديت الواجهه اللي احنا كنا عاملينها في الفيديو اللي فات. زي ما قلنا طبعا هو سيت اب عايز له سيت اب، ان هو حاجه بدائيه جدا وبسيطه جدا. زي ما قلت لكم دي شاشه استيراد ديل قديمه كانت عندي، وده برضو كيبورد استيراد مع ماوس صيني عادي جدا، وسماعات برضو صيني على الجناب، انا مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. وده طبعا الوحش البي سي بتاعي، وده سريري ملكوش دعوه بيه. ده طبعا البي سي من جوه عشان لو حد شافه، معالج، كارت الشاشه، دول هاردين اتش دي دي كانوا عندي. المهم انا دلوقتي مستني نصايحكم، قولوا لي اعمل ايه هنا بحيث ان المكان يبان شكله احترافي شويه، ومن رايكم شايفين ايه اول حاجه المفروض ان انا اغيرها. وبس يا جدعان، كده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. سامحونا طبعا لو الكواليتي ما طلعتش احسن حاجه، احنا لسه بنبدا بامكانيات بسيطه، ولكن في المستقبل ان شاء الله هنطور كل ده. انا مش عارف في حد ممكن يكون وصل لهنا ولا لا، ولكن لو حد وصل لهنا اكتب في التعليقات كلمة نينجا مثلا عشان اعرف ان انت وصلت لهنا. بس لان زي ما قلت لكم احنا لسه في بدايتنا، فكل الناس اللي معانا في بدايتنا دول انا هفضل فاكرهم طول حياتي. ما تنسوش تقولوا لنا الف مبروك في الكومنتات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اكون كنت خفيف على قلوبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.